سابت زوجها وأبو ولادها بعد 20 سنة زواج، ورجعت لحبها القديم في السر بعد مكالمة رجعت الحنين لقلوبهم من تاني. وأعلنت عن زواجهم بعد مرور أكتر من 6 شهور، واتجاهلت الانتقادات ونظرة الجمهور ليها وشكل ولادها وولاده قدام الناس، وقالت الحب مالوش سن والجواز لا عيب ولا حرام. يا ترى مين هو زوج صابرين الجديد، وايه حكاية المكالمة اللي رجعت مشاعر حبهم القديم؟ تابعونا للنهاية. صابرين فاجأت جمهورها والوسط الفني بخبر زواجها من عامر الصباح اللي يعتبر من نفس جيلها، وكان بينهم قصة حب متبادلة فات عليها 30 سنة، وبعد الوقت ده كله رجعوا لبعض في مفاجأة غير متوقعة، وخصوصا ان علاقتها بزوجها وابو ولادها استمرت ل20 سنة، وما كانش حد متوقع انها تتجوز تاني، وكمان يكون الزواج في السر بحضور الأسرتين بس. أما عن المكالمة اللي رجعت شرارة الحب ما بينهم تاني، فكانت مجرد صدفة بعد ما حد من صحابهم المشتركين قال عامر الصباح إن صابرين انفصلت عن زوجها من فترة، وبمجرد ما سمع عامر الخبر خده بحماس واتصل بيها فورا يتأكد من المعلومة، ولما اتأكد عرض عليها الزواج بدون تردد، وبعدها حصل الارتباط الرسمي بعد موافقة الأسرتين، وحبهم القديم رجع للنور من تاني بعد سنين طويلة. والغريب ان ولاد صابرين وولاد عامر الصباح ما منعوش الجواز ده ولا كان في اي وجه اعتراضات، والعلاقه بين صابرين وولادها علاقه صحاب وبيناقشوا بعض بشكل حضاري ومنطقيه. وافقوا على جوازها من عامر الصباح لانه شخص سمعته طيبه ومحترم بشهاده ناس كتير. صابرين ارتبطت قبل كده بمحمد فؤاد واتخطبوا بعد ظهورهم مع بعض في كليب اغنيه اسالي من قلبك، لكن العلاقه بينهم ما كملتش وسابوا بعض. واتجوزت اول مره من رجل الاعمال ياسر عبد اللطيف وخلفت منه ابنها نور، لكن انفصلوا بعد ما صابرين اعتزلت ولبست الحجاب. وبعدها اتجوزت من رجل الاعمال طارق صادق جلال وخلفت منه 3 ولاد يوسف وعلي وعمرو. اما عامر الصباح فهو مخرج ومعاه الجنسيه اللبنانيه، وواحد من اشهر الشخصيات الفنيه في الكويت ودول الخليج العربي. بيملك شركه صباح بيكتشرز، وهو ابن مؤسس الشركه الراحل محمد علي صباح، واستلم اداره الشركه بعد ما اتخرج من الجامعه، ورحل والده سنة 1986، وبقى ليه اسم في عالم الإخراج والإنتاج، وشركته من أقوى شركات الإنتاج على مستوى العالم.